السنغال دارت استئناف. وشنو غيكونوا في هاد الفيديوهات هادو ولا في هاد الملف هذا ديال المغرب؟ الملف ديال المغرب فيه كاميرات اللي كاينين في التيران، فيه كاميرات طريق الممر ديال غرفة الملابس، المكالمات ديال الحكم اللي كاين في التيران واللي عطاه الامر بانه يكمل الماتش وما يديرش فورفي، وغيكونوا فيه التصاور عاوتاني فاش هو صفر نتفليكس. في نظركم علاش المغرب قال نتفليكس باش تجي تصور؟ لان المخابرات المغربيه الله يخليها لينا عاقب الفيلم اللي غادي يدار في الفينال. السلام عليكم احبابي. تقريبا هذه شهرين خرجت قلت لكم واحد الفيديو بانه نتفليكس فهاد العنطريات كامله اللي وقعات غادا تبان. دابا هادي البارت 2 وبزاف ديال الناس بارطاجوا داك الفيديو قال لكم وقالوا هذا السيد هذا عنده الحق. راه دابا تقريبا هذه واحد اليومين خرجت قلت لكم في واحد الفيديو خاص رئيس ديال الكاف يخرج ويعطي تشريع يعني شروحات. ما يمكنش انت دير واحد البيان وما تخرجش وتهضر. وفعلا دازت على 24 ساعه وخرج رئيس ديال الكاف وكيشرح للناس باننا عندنا من احسن القضاة في افريقيا كامله. يعني كاينه النزاهه. منين خرج يعني القرار ديال المحكمه راه عندنا حنا قضاة مزيانين، يعني راه ما كايناش الرشوه. الوغ سي يونس امتى هاد الملف هذا غادي يخرج؟ دابا السنغال دارت استئناف، يعني بحال عاوتاني القضيه ماشي سالت 100% بانه غادا تزيد. وعلاش هاد الوقت كامل اخويا يونس؟ هاد الوقت كامل كما كيعرفوا الناس كامل ملي كتكون واحد القضيه في عند القضاة ولا في المحكمه كتستغرق مده شويه طويله، لانه كيكون الطعن وكيكون عاوتاني التاجيل ديال الحكم. وداك الشيء اللي كاين كيكونوا اطراف بانهم باقي ما كاينينش في هذيك الساعه وكيبغيو ياجلوا وفي الاخر المحكمه كتاخذ القرار ديالها. داك الشيء اللي وقع من بعد شهرين والصرف تقريبا شهرين ونص. امتى غيبانوا هاد الملفات هادو؟ غادي يبانوا اسيدي ولا لا منين غادي يسالي الطعن ديال السنغال. وشنو غيكونوا في هاد الفيديوهات هادو ولا في هاد الملف هذا ديال المغرب؟ الملف ديال المغرب فيه كاميرات اللي كاينين في التيران، فيه كاميرات طريق الممر ديال غرفة الملابس. غرفة الملابس ما فيهاش الكاميرات لانه كتعتبر حاجة بريفي بحال WC يعني طواليت حاشاكم. وغادي يكونوا فيها عاوتاني المكالمات ديال الحكم اللي كاين في التيران، يعني شكون اللي عطاه الامر بانه يكمل الماتش وما يديرش فورفي، وغيكونوا فيه التصاور عاوتاني فاش هو صفر بانه الماتش سالا. وغادي يكونوا فيه مكالمات ديال الناس في داخل التيران لانه البروباغندا راكم عارفين الريزو ديال المغرب وكلشي ديال المغرب. يعني كاع داكشي اللي طرا في الممر وداكشي اللي طرا في التيران وداكشي اللي طرا مع الجماهير ديالهم اللي الناس كيعرفوا عاوتاني واحد القانون واحد اخر كيقول لك الجمهور الخاص الى هبط للتيران خاص الحكم يصفر فورفي لهذاك سميتو هذاك الخصم اللي الجمهور ديالو هبط. كتعتبر عقوبه لانه كان خطر على الحياه ديال بزاف ديال الناس ديال اللعابه. اولا نتفليكس غادي يديروا حتى هما من مورا هادشي كامل غادي يديروا فيلم دوكيومونتري غادي يشرحوا فيه هادشي كامل وما غاديش يشرحوا من الفينال. وحتى الملف ديال المغرب ماشي من الفينال، الملف ديال المغرب من بدايه تقريبا ديال الدوره، وغادي يبانوا فيه اطراف وحدين اخرين اللي لا علاقه لهم بالفينال وانتم عارفين على من كنهضر. وغادي يبانوا فيه حوايج بان تعطات رشوه لشي ناس باش يديروا هاد المشاكل هادي ويديروا سكوندال الفينال ديال المغرب. هادشي كامل غادي يبان، ولكن منين غادي يسالي الملف دابا العالم كامل كيتعاطف شويه مع السنغال لانه كيقول لك راه حنا بعيوننا شفنا بانه السنغال هزات تروفي. ولكن ملي يخرجوا هاد الملفات هادو عادي يعرفوا القصه ديال بصح علاش هادشي كامل واقع. وهما دابا قال لك غادي يحتفلوا بالكاس ديالهم في سميتو في الماتش الجاي ديال استعدادات ديال كاس العالم ضد البيرو. وإلا مشاو حتى احتفلوا بكاس افريقيا اللي هما الان ليسوا هما الرابحين. دابا الا دخلتوا للسوشيال ميديا والاكونت ديال ترانسفير غتلقاو بانه اللعابه ديال المنتخب عندهم واحد كاس افريقيا والركراكي عنده كاس افريقيا في الدوسي ديالو، يعني في السي في ديالو. يعني دابا اوفيسيال المغرب هو اللي دا الكاس. كما قلت لكم
تسناو غادي يسالي الاستئناف وما غاديش يكون صالحهم هما، بالعكس غادي يكون عقوبات وحدين اخرين. داكشي اللي داروا في البيان ديالهم اللي قالوا بانه الكاف فيها تعطاتها رشوه باش المغرب يدي الكاس ويتحيد لينا حنايا. وهادشي كامل كيديروه هما بلا ما يستشروا مع شي محامي واش هادشي اللي غادي نديروه غادي يجيب لنا المشاكل ولا لا. يعني بنادم ما عندوش تجربه، والمغرب ولات عنده تجربه في هاد المسائل هادي. المغرب كيمشي قانونيا. انت فاش خرجتي من البيتش صافي سالينا. وهادشي التسريع ديالو دار من مورا شي ماتشات من مورا كاس افريقيا، ولاو الناس كيخرجوا من البيتش باش يديروا واحد الضغط على الخصم. وهادشي ما خاصوش يكون. والفينال ديال كاس افريقيا ما خاصوش يكون مثال لهاد الناس هادو. هاد القانون هذا وهاد الشيء اللي طرا شي حاجه اللي ما عمرنا شفناها، ولكن الناس غادي يفهموا علاش. وتحياتي لكم، وكنتمنى الفيديو ما يكونش طويل وشرحت لكم اللي كاين. قفلتوا على واحد القضيه باش عرفوا المغرب اذكى من هذوك اللي باغيين يديروا هاد البروباغندا كامله. نتفليكس في نظركم علاش المغرب قال نتفليكس باش تجي تصور الفينال؟ لان المخابرات المغربيه الله يخليها لينا عاقب الفيلم اللي غادي يدار في الفينال من بدايه ديال البطوله. وهذوك الناس اللي كيهزوا التليفونات وكيهضروا في وسط الماتش، الريزو ديال من؟ ديال المغرب. يعني الدوسي اللي مدفوع على قبل القضيه ديال الفينال فيها 800 كاميرا في التيران، اللي ماشي 800 كاميرا اللي عاديه، هي 800 كاميرا مدعومه بالذكاء الاصطناعي اللي دايره على التيران كامل، لا من الممر ديال اللعابه لا من كلشي. يعني غيشدوكم 4K داكشي بالدليل. او كنقول لكم من هنا لقدام نتفليكس فاش غتسالي القضيه وغادي حيدوا الكاس، والمهم داكشي اللي غيحكموا عليه الكاف، هادشي كلشي غيتفسر للعالم بنتفليكس، بحال المسلسلات ولا الدوكيومونتيرات اللي كيداروا بحال ديال ديدي اللي في الميريكان، وبزاف ديال القضيات اللي داروا في نتفليكس. يعني هادشي كاع اللي كنعرفوا حنا واللي كنسولوا على هادشي اللي واقع وبزاف د الحوايج اللي الجامعه ما باش تخرج تقولهم، فاش غادي يخرج القرار والعالم كامل غادي ينبهر بهادشي اللي وقع وهاد القرارات الصادمه اللي غدار، غادي يفهموها فين؟ غيفهموها في نتفليكس. فاش الفينال غادي يطلع في نتفليكس الناس غادا تفرج، العالم كلهم غادي يتفرجوا لانه غادي البوز وغادي نشوفوا داكشي كلشي 4K. وحتى دوك المكالمات ديال خونا مساعد المدرب اللي 17 دقيقه هو كيهضر في التليفون، ولا خوه اللي دار الاجتماع مع الجماهير ديالهم في لوطيل قدام لوطيل اللي كانوا ساكنين فيها، هادشي كلشي غادي يبان. وكنتشوق انا نشوف هاد الفينال ديال نتفليكس في نتفليكس. وتحيات. وفينا الخوت والخواتات، عرفتي هاد الخبر اللي تلاح البارح بالليل ديال المغرب هو الشامبيون ديال 2025 2026 كاس افريقيا. نوض الروينه في العالم كامل. انا خدام بالليل والتيك توك مكشكش، بنادم ما فاهم والو. والحساده اش دايرين هذوك الجيران ديال هكا، وشي عرب حتى هما، وشي افارقه حتى هما. انا ما فهمتش. القانون 82 و 84 اللي عرفوا العالم كامل هو بانه الا خرجتي من التيران فورفي في البلاصه. دابا الكاف حطات راسها في واحد الموقف بايخ ديالها بصح. علاش؟ حتى دازت شهرين والصرف عاد نتوما خرجتوا بهذا القرار هذا. علاش ما دارش في السيمانه الاولى؟ علاش حتى دابا راه المغرب راه ماليه والو في هذا المشكل كامل. المغرب حقو هذاك القانون هو هذا. والاغلبيه كيقول لك الكورابشن ديال افريقيا هي هذه. دابا خاص الكاف تخرج بندوه صحفيه بالرئيس ديالها يقول لك علاش تعطل هادشي كامل المده هذه. علاش هذوك سميتو داك القرار اللي خديتو قبل من هذا القرار الثاني هذا، علاش خديتو على بنية علاش من قانون؟
ودابا السنغال من حقها الطعن، ولكن الطعن ديالها ما غاديش يدوز. وعلاش هذوك اللعابه ديال السنغال خرجوا كيلوحوا في ستوريات ديالهم بانهم هما اللي ربحوا، حنا راه ماشي اي، وإلا كنتو رجال اجيو ديو هاد الكاس. وكانوا هما في خباركم كانوا غيحتفلوا بالكاس ديالهم في فرنسا في الماتش ديالهم الحبي، ما عرفتش من فرقه غادي يلعبوا معاه، وكانوا غادي يهزوا الكاس ديالهم قدام الجمهور ديالهم. وعلاش مؤخرا كنشوفوا في انستغرام لي كونت ديال الانستغرام ديال كاس افريقيا كيتغناو بهاد الارقام القياسيه اللي حققها المغرب. دابا الروينه كامله شكون السبب ديالها؟ هما الكاف. دابا الكاف خصهم يخرجوا يشرحوا للعالم كامل اللي دابا كلشي كيهضر، كلشي كيقول لك دابا بحال زدتي طنه ولا ماش كيقول لها بله ولا ما عطينو بله ولا ماش. القرار كان يتخاد في هذاك نفس النهار في هذيك الساعه. علاش ضغطوا على الحكم ما خليتوش يسالي الماتش؟ شرحوا هادشي كامل، ولا نتسناو عاوتاني نتفليكس اللي غتبين لنا هادشي كامل؟ روينه نايضه ديال بصح. واش غيتسموا هادو؟ ما فهمتش. وديما مغرب. للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.